أسعد الله صباحكم في كل خير وأهلا وسهلا فيكم. نحن الآن في مدينة المسيب وبالتحديد قلعة الشيخ حمزة الحامد. هذا اليوم زارنا فريق انقياء العراق من محافظة بغداد. راح ناخذهم جولة في مدينة المسيب، هي جولة تكون سياحية ودينية. خليكم ويانا. اهلا وسهلا فيك. هلا وعيني يا مرحبا كل الهلا. طبعا اول شيء شكرا، لان لو مو انت احنا بنجي هنا. اتجهتوا لمدينة المسيب، شنو اللي كان ببالكم واللي شفتوه؟ صراحه يعني احنا ما كنا نتوقع ان المسيب بها هيك اماكن يعني مهمه ومن ضمن تاريخ بلدنا يعني. بس من شفنا صفحتك يعني مصور محمد هاشم، شفنا يعني اكو اماكن هوايه حلوه واكو مهمه يعني خصوصا بتاريخ العراق، فحبينا انه يكون تعاون بيناتنا ونجيب هاي الناس الطيبه يعني، ونكون يعني نسجل زيارتنا للمسيب، يعني قضاء جدا مهم يستحق الزياره، خصوصا هاي القلعه جدا جميله يعني. اول مره زارين المسيب؟ لا احنا نزور المسيب بس يعني شلون على الطريق من نروح الكربلاء وكذا، بس احنا ما كنا متوقعين ان المسيب يعني الداخل هسه مختلف اللي شفتوه انت. اي مختلف، وصارت عندنا انطباعات جدا ايجابيه عن المنطقه، القنوات، الحمايه يعني ان شاء الله يا رب نكون بين اهلكم وناسكم ان شاء الله ما يحتاج لنا حمايه وكذا. فعلا انتم اهلنا وناسنا. شلون شفت المسيب اجواها؟ والله لا جنه. حبيتوها يعني جايه هاي؟ احنا ما جايين يعني نجي احنا للمسيب بس هيك مره كرام. نعم. بس هسه لا شفناها. وشرف بالفريق اللي جاي، ونسأل من الله نكون نحسن ظنهم وكل خطوة بألف هلا. شيخنا كنت متوقع ان العدد هذا اللي يجي؟ لا والله كنت متوقع يعني إذا 10 خلي 15 يعني أزيد شيء. يعني ما بالك انه يجي باصين؟ إن شاء الله ولي. يحتاج لاهتمام من هيئة التراث انه تتجه لهاي المكانات. احنا هدفنا هو الوحيد انه تصير سياحة. حاليا احنا في مزار القاسم بن الحسن عليه السلام ونلتقي بأحد السياح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلون شفت الجولة في مدينة المسيب؟ جولة لطيفة بهاليتها، بهالية المسيب، بنية المسيب عريقة ومشهورة على الراس ويحطون على الجرح يطيب شخصيات ولا أروع. شلون البرنامج شفتيه؟ بداية البرنامج كلش لطيف، كلش حلو، والجو حلو، تعاملكم حلو، برنامجكم استمتعنا به من البداية. أهم شيء دا يصير تطور. نعم. بدنا نتعرف على الآثار الموجودة بالعراق وبصورة عامة بالمسيب. هسه أول جولة لنا شفنا المسيب، استرينا. فالجو حلو، ناس حلوة مرحبا بتلقاها كلش حلو. الله يخليكم. شلون شاف الاجواء اللي هنا او بصوره عامه العراق يعني تحديدا المسيب اليوم اول زياره له يدخلها؟ I loved the whole journey. Like people were very kind to me. They were giving me water and dates through all of the path, and places were very interesting for me. Some historical, some history of those places. It was very nice for me to get know more about this. كانت كلش حلوة. اللي كان حلو بالسفرة انه رحنا الاماكن تعكس ثقافة البلد. انا كلش مهتم بثقافة البلد وكلش مهتم بالناس. الناس كانوا كلش لطيفين وودودين بالمسيب. وين ما رحت كلها تنطيني مي وتمر، وهواية اكلت مي وتمر وكان كلش طيب التمر واستمتعت كلش. إلى هنا نختم جولتنا وياكم، إن شاء الله انتظرونا في جولات قادمة. إلى اللقاء.